الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى نهضر على تفسير سورة الإخلاص اللي هي قل هو الله أحد. إذن تعرفوا أن سور القرآن نزلت وعندها أسباب النزول. سبب نزول سورة الإخلاص هي أن المشركين جاءوا عند النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه، قالوا ليه صف لنا ربك الذي تعبد، يعني صف لنا الله، انت كتعبد الله. ما كانوا مشركين، ما كيامنوش بالله، صف لنا ربك الذي تعبد. هنا سيدنا جبريل نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. شنو هما المعاني ديال هذه السورة؟ قل يعني يا محمد قل هو الله أحد، يعني الله أحد. والأحد قالوا العلماء يعني ليس جسم، لا يقبل الانقسام، لأن كل جسم كان ضوء كان نور كيف ما كان كيقبل الانقسام. إذن الله تبارك وتعالى أحد يعني لا يقبل الانقسام، يعني ماشي جسم، لا جسم كبير ولا جسم صغير ولا هواء ولا ضوء ولا روح ولا أي شيء من هذه الأشياء. الله تبارك وتعالى ماشي جسم. الله الصمد يعني هو اللي كيحتاجوه الناس عند الشدة، هو لا يحتاج إلى شيء، ولكن كل شيء الناس كيحتاجوه عند الشدة وعند النقص وعند الحاجة. هو معنى الله الصمد. لم يلد ولم يولد. هنا كاين نفي للمادية والانحلال، يعني نفي أنه يكون جسم. علاش؟ لأن الولد كيكون دائما قطعة ولا جزء من الأب، يعني اللي عنده والد أو عنده ولد لا بد يكون جسم. فإذا الله تبارك وتعالى لم يلد ولم يولد يعني ليس جسم. ولم يكن له كفوا أحد. كتقرأ ولم يكن له كفوا أحد، وكتقرأ ولم يكن له كفوا أحد، يعني لا مثيل له ولا نظير له ولا شبيه له، يعني حتى حاجة ما كتشبه الله تبارك وتعالى، حتى حاجة ما هي مثل الله تبارك وتعالى لا في ذاته ولا في صفاته. إذن الأشياء اللي خلق الله تبارك وتعالى كلها أجسام، أما الله تبارك وتعالى ليس جسم. إذا لم يكن له كفوا أحد. ونقول له كما قال سيدنا ذو المصري اللي هو تلميذ الإمام مالك، تلميذ كبير ووصل الولاية درجة من الولاية عظيمة، قال مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك، يعني اللي تصورتي في بالك وفي دماغك راه ماشي هو الله تبارك وتعالى. علاش؟ لأن داكشي اللي غتصور انت هو جسم، داكشي اللي غتصور انت هو شيء مخلوق، لأنك تصورتيه بالدماغ ديالك يعني بالعقل ديالك، وما يتصور الإنسان بعقله إلا شي حاجة مخلوقة. أما الله تبارك وتعالى حاشا ولا يتمثل، كما كيقولوا الناس القدام ديال المغرب كيقولوا حاشا ولا يتمثل، يعني حاشا أننا نمثل الله تبارك وتعالى ونجسدوه ونعطيه واحد الصورة. إذن هذه هي العقيدة اللي خاص الإنسان يعلم الدراري الصغار. علاش؟ لأن الشيطان كيجي الإنسان، لأن الشيطان شنو هو غرضه؟ هو يكفر الإنسان. إن الشيطان لكم عدو. الله تعالى كيقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. إذا خصنا نعلم الدراري الصغار هذه العقيدة، ونعلموا أن الله ماشي جسم، ماشي إنسان، ماشي عنده لحية ولا عنده أشياء، ماشي في السماء، ماشي في الأرض، ماشي في الجهات، لأن الله تعالى هو اللي خلق السماء وخلق الأرض وخلق الجهات، فحاشا أنه يسكن في هذه الأشياء اللي هو خلقها. ونقولوا كما قال سيدنا علي، جاء عنده واحد قال له أين الله؟ واحد مشرك كافر قال لي أين الله؟ قال لي هو الذي أين الأين فلا أين له، يعني هو الذي أين الأين، هو اللي خلق المكان وما موجود في شي مكان. هذاك بقى مبهوت هذاك الكافر. قال لي كيف الله؟ قال لي هو الذي كيف الكيف فلا كيف له، يعني هو اللي قال لي كيف هو، يعني كيفاش هو طويل عريض قصير؟ قال لي الله تعالى هو اللي خلق الطول والعرض والعمق والطول والأشياء والأشكال والألوان، فهو ما كيتوصفش بهذه الأشياء. قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، والحمد لله رب العالمين.